سلام زمرداتي، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لبس عليكم بخير. اليوم جيتكم بقصة اللي مولاتها كنعرفها شخصيا ومحتاجة جدا نصائح ديالكم البنات في اقرب وقت. مرحبا بكم في قناة قصتي قصة مع اختكم الشعيبية. ودابا ندخل مباشرة في القصة. سميتي ليلى، بنت اللي عادية، عندي حقي في الزين. كنت كنقرا في لافاك، وديك الساعة كانت عندي واحد صاحبتي عزيزة عليا بزاف. كنا كنمشيو بجوج، نخرجوا بجوج، فين ما غادا كنكون معاها، وفين ما كنتوضر على الناس كيلقاوني معاها. لدرجه كنا كنتمناو نتزوجوا في نفس المدينه، وما كرهناش يكونوا خوت كاع. المهم نبقاو مع بعضياتنا. ايوا صافي دارت الايام، وهكا كنمشيو عندهم وكيجيو عندنا. وكان عندها واحد خوها قليل فين كيجي، بحكم انه خدام في مدينه اخرى، يعني كان كيجي بحال هكا في شي عطله ولا هكا كيكون عنده كونجي كيجي. المهم انا فاش كنكون عندهم في الدار كيبقى يشوف فيا، وديما كتقول لي راني كنضل نشكر فيك قدام خويا. المهم انا كنبقى نحشم، عكسها هي اللي كانت ديال البنات زعما. ايوا دازت الايام، وهي تقول لي واحد النهار راني باغا نهضر معاك. قلت لها ياك لاباس؟ قالت لي شوفي، راكي عجبتي خويا وبغى يتزوج بك العفريته. انا تصدمت وتزنقت يا البنات، حيت ما نكذبش عليكم حتى انا كان كيعجبني. كنا كنتبادلوا انا وياه دوك النظرات. المهم سكت، وهي تقول لي ايوا السكوت علامه الرضا، وانا بقى كنضحك. ايوا واحد النهار كنا في لافاك انا وياها كالعاده، هو يجي عندنا. خرجنا من الباب ويبان ليا، انا بان ليا ما نكذبش عليكم قلبي كان غادي يوقف. جا عندنا، السلام السلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ قال لنا فيكم الجوع؟ انا بقيت ساكته، وهي تقول لي اختو طبعا فينا الجوع. ايوا مشينا لواحد البلاصه، تغدينا مجموعين وبقينا كنهضروا. هو فاتح معايا الموضوع، قال لي شوفي انا راه كتعجبيني وبغيتك المعقول ان شاء الله. هاد الهضره تفاهمنا على بزاف ديال الحوايج. بقيت كنسولو كيسولني اشنو بغيتي ديري، اشنو كطلبي. المهم بحال هاد الامور. قال لي امتى غادي الوقت اللي غادي يجي فيه لدارنا؟ ايوا بقينا كنهضروا بحال هكا. فاش قربنا نمشيو قال لي غتعطيني الرقم ديالك باش نبقاو هكا كنتفاهموا على جميع الامور. قلت لي مرحبا اللهم يسر. فعلا بقى كيعيط ليا، كنهضروا شنو كيعجبك شنو ما كيعجبكش. انا ما نكذبش عليكم ما بغيت نقول دارنا والو حتى ياكد ليا ويقول ليا يعني الموعد اللي غادي يجي فيه عاد ديك الساعه نقولها لدارنا. ايوا فعلا واحد النهار بقيت كنهضر انا وياه، ويقول لي شوفي انا وهذيك اختي اللي هي صاحبتك راه حنا اكثر خوت ممكن تشوفيهم فاهمين، كنتفاهموا بزاف، وهي المقربه ليا في خوتي، وانتي وياها صحابات من زمان. يعني انا لا غير فرحي داكشي ديال لوسه السوسه ما غاديش يكون. ايوا بقيت كنضحك ودازت الهضره. فعلا حددنا النهار اللي غادي يجيو فيه، وفعلا جاو للدار وجابوا الخطبه كما انا بغيت. وطبعا هي اللي مكلفه بكل شيء. كانت ديما كتسولني هادي نديرو هادي، لا ما ديريش هادي ديري هادي. انا بحكم انها صاحبتي وكنثيق فيها ويعني ما عنديش مشكل، بالعكس كانت كتوفر عليا بزاف ديال الحوايج نبقى نقلب عليهم ونبقى نسول عليهم. قلت لها صافي ماشي مشكل، لا تكلفي بكل شيء. المهم دازت الامور بسلام، ودازت الايام، وبقيت انا وياه امورنا كلها مزيانه. ايوا جا النهار ديال ضريب الصداق، كذلك ومثال الامور تيسرات صافي وتزوجت انا وياه. درنا واحد الحفيله صغيره بحكم انه يلا بادي، وكنت مقرره حتى انا نخدم ان شاء الله ونتعاونوا. قال لي شوف يا بنت الناس، احنا غنسكنوا مع دارنا غير واحد الفتره، بحكم كاين غير انا وجوج خواتاتي والوالد والوالده. طبعا يعني الدار كبيره، ما كاينش لاش غادي نمشيو نكريو ولا يعني نمشيو لشي بلاصه، وحنا كاينه الدار عندنا غنجلسوا فيها بما تيسرت الامور ان شاء الله، ونجمعوا حتى حنايا، وعلاش لا نشريو دارنا. يعني ما كاينش لاش غنبقاو نضيعوا في الفلوس. قلت ليه مرحبا ما عنديش مشكل. قال لي راه اختي راك اصلا صاحبتك، يعني ما عندكيش مناش غتخافي. اختي الاخرى بحكم انها مخطوبه ما بقى لها والو غادي تمشي حتى هي عند راجلها، والوالد والوالده اختاري يا لاله الطبقه اللي بغيتي وسكني فيها. فعلا قلت ليه يلا سيدي بسم الله ما عنديش المشكل. ايوا
ايوا داكشي اللي طرا. مشيت مع للدار، سكنت معاهم. الامور كلها كانت مزيانه، كنفيق الصباح كنجمع الدار. كنفطروا كل واحد فين كيمشي، هو كيمشي للخدمه، انا كنبقى انا وهذيك اختو اللي هي صاحبتي، وحتى كتمشي لافاك لان هي كملات وانا جلست. واختو الاخرى حتى هي كانت خدامه في واحد الشركه، يعني كنبقى غير انا واغلب الاوقات معها هي ولا مع والديه اللي هما عجوزتي وشيخي. ما كانش عندي مشكل، كنت باغا نبين حداكتي، كنفيق بكري، كنوجد الفطور. راكم عارفين بغيت نبين داكشي ديال العروسه. ايوا ساعه ندموني ولاو يتعطلوا في الناس حيت عارفين كاين اللي غادي ينوض ويوجد. قلت ماشي مشكل، كيفيقوا كيلقاو الطابله واجده، كنوجد المسمن لانهم هما قالك ما كياكلوش هذاك الشيء اللي بايت، داكشي ديال الفريغو ما كياكلوش. فكل نهار كنضطر انني نعجن، نصايب الفطور اما مسمن اما بطبوط اما بغرير، والغدا كذلك هو مثال الخبز ديالو وحنا غاديين. المهم ماشي مشكل، ولاو كيجيو كياكلوا كيدفعوا الطبله برجليهم وكينوضوا. يعني الدار كلها ولات عليا انا، الشقه كامل عليا انا. قلت ماشي مشكل، انا ما خدامه ما حتى شي حاجه، هذاك الشيء اصلا موالفه به في دارنا، يعني ما عنديش مشكل. ايوا صافي الامور كلها كانت غاديه مزيانه. وليت كنلاحظ واحد الحاجه، كنكونوا جالسين انا وهذيك اختو اللي هي صاحبتي، كيصوني ليها التليفون ديالها، كتنوض كتجري. انا دارتها ليا المره الاولى المره الثانيه، مع انها ما كانتش كتخزن عليا شي حاجه، يعني ما كانت كتخبي عليا والو. حتى الا كانت تعرفت على شي واحد كانت كتبقى تعاود ليا. دارتها المره الاولى الثانيه الثالثه، قلت واقيلا يمكن حيت انا تزوجت، يمكن كتحشم مني ولات كتحشم مني، مع ان كنعرفها هي زعما بزاف. واحد النهار صونا التليفون ديالها، ضربت عليه بانت ليا السميه ديال راجلي. المهم قلت ما يمكنش، المره الاولى المره الثانيه كتنوض من حدايا وكتمشي تهضر، تاكدت مزيان انه هو. وانا نقول لها فلانه واش هذاك الراجل اللي كيعيط لك؟ قالت لي قلت لها واش ما كاين حتى شي باس؟ قالت لي لا لا غير كيسولني على شي حاجه. انا دخلني الشك، علاش هذا الراجل؟ تقريبا راه كنقول لكم البنات راه يوميا يوميا على هاد الحاله. ما بغيت نقول لي حتى شي حاجه، بحكم انا راجلي ما كنتش زعما كنعرفو قبل الزواج ولا يعني مداصره معاه. كنقول لكم هادشي في البدايه ديال الزواج، كنقول ما يمكنش من دابا غنبدا بالمشاكل. وعلاش كتهضر معاه؟ غيقول لك اختي شنو هادشي اللي غيخسر عليك، غيقول لك اختي انت مالك. المهم قلت انا ربما انا كنزيد فيه. المهم خليت الامور هكاك. ولا السيد كيجي من الخدمه كيمشي عندها نيشان، انا كنكون غارقه في الشقه، خصوصا ملي كيقرب هو يجي، اما كنكون كنطيب شي حاجه ولا كنكون كنقاد زعما راسي بحكم انني عروسه جديده، كنكون هكا كندواش ولا شي حاجه. ملي كيجي كيدخل من الباب كيمشي عندها نيشان لبيتها. انا كنخرج كنعرف الوقت ديالو، كنشوفو تعطل يعني ما جاش، كنخرج نقلب كنلقى عنده في البيت ديالها ديما. اليوم غدا اليوم غدا، وكنلقاهم جالسين كت 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 كيتحدثوا. ما كنفهمش، كندخل كنقول ليه واش جيتي؟ امتى جيتي؟ كيقول لي لا راه جيت قبيله، راه غير كنت كنهضر مع فلانه. المهم هادشي زاد بزاف. انا ما نكذبش عليكم البنات، بديت يعني كنقول اشنو كاين، علاش اشنو هاد المواضيع اللي غيكونوا كيناقشوها بحال هكا، وملي كيشوفوني جايه كيسكتوا بحال حتى حاجه ما كاينه. يبغي الصباح يخرج للخدمه، ما يخرج حتى هي تعطيه الاوكي على ديك اللبسه واش مزيانه ولا لا. يمشي عندها فلانه كي جاتني اللبسه هذه جات مع هذه، يخرج ينقز من البيت ويمشي عندها. كنبقى نشوف فيه انا بحال شي اباجوره في الدار، ما عندها حتى شي دور. وليت اشنو قلت غنحاول انني ندخل راسي، بحكم انا كنت كنحشم بزاف على البنات. وليت كنمشي عنده كنقول ليه انت حبيبه ديالي، قد هذه من هنايا، صايب هذه من هنا، هذه ما جاتش مع هذه، دير زيد هذه مع هذه. بحال ما كنهضرش. الا كاع شاف راسو بغا يعيق كيقول لي واخا بلاتي نشوف فلانه تاهي شنو غتقول، وكيمشي عندها للبيت. كيبدا يقول لها كيفاش جاتني هذه، كتقول لي لا 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 شكون اللي اختار لك هذه، لا 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 غير حيد هذه، لا 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 هذه ما كتجيش مع هذه. المهم هادشي كتر بزاف البنات، كتر بزاف. انا لحد الساعه مازال ما هضرتش ومازال ما قلت ليه حتى شي حاجه، كنتعامل معاه عادي جدا. كنقول راه اختو، شنو غنقول ليه؟ ما كاين ما نقول ليه، ما يمكنش غادي نغير من اختو. ايوا واحد النهار قال لي ضروري خاصني نمشي نشوف جدي.
راه جدي مريض وخاصني نمشي نشوفو. قلت له واش نمشي معاك؟ قال لي لا لا ما كاينلاش. قال لي انا من بعد غادي نديك. قلت صافي خليه على راحته، انا اصلا كان كيهضر معايا كانت يدي في العجينه غارقه تكون في الشقه. ايوا صافي كملت شقايه، دخلت هكا شاده التليفون ديالي وكندخل كتبان ليا ستوري ديال اختو اللي هي صاحبتي في الواتساب. دخلت كنشوف حتى كتبان ليا كتغدى هي وياه، حاطين الغدا هكا في واحد الريستورون هي وراجلي وجالسين كيتغداو وكيضحكوا. شنو نقول لكم البنات، انا ضربني الضو، عرفت انه ما كاين لا جدو لا حتى شي حاجه. سكت ما قلت حتى شي حاجه، قلت حتى يجي ما غادي نعيط ليه ما والو، حتى يجي وديك الساعه نهضر معاه لان الموضوع زاد بزاف. ايوا صافي البنات لقيت منين نشدو هاد المره. ايوا ملي جا نوضناه ديال بصح. ايوا تخيلوا شنو هي ردة الفعل ديالو، والراجل ناض ليا ما خلاش ليا، قال لي انتي مغياره وكتغيري منها وانتي مريضه بالوسواس، وانا هادشي ديال العيالات ما عنديش معاه، وما عطانيش فرصه ما خلانيش نهضر. انا شنو درت؟ بقيت كنبكي، انا اي حاجه كنبقى نبكي، بقيت نبكي 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 ديك الليله ما نعست ما شفتو. ايوا صافي واحد النهار تاني لقيته مسافر هو وياها عند هذاك جدو اللي ما بغاش يديني عنده. وناري تعصبت ومرضت وجاتني واحد الهستيريا، بقيت كنغوت في الدار، بقيت كنغوت. صافي بقيت كنتسنى حتى يجي لان الهضره في التليفون ما كتنفعش، كنهضر معاه في التليفون عادي لان هي ديما معاه. بقيت كنتسنى حتى جا، غير جا للدار بدينا كنتغاوتو في هذاك الليل، كنغوت شنو كيقول لي؟ كيقول لي الله يستر، وراه غير اختي هذيك، سيري تعالجي سيري. عرفتو كيهضر بواحد البرود وانا الله اللي مطالع بيا. وناري البنات راه شككوني في راسي. واش عرفتوا فاش كيكونوا مجموعين يعني الدار كاملين، اش غنقول لكم، راه واحد النظرات بيناتهم، انا وليت كنرد البال ادق التفاصيل، واحد النظرات بيناتهم وراه في شكل والله ما تقولي راه خوها، راه ما يمكنش. وكنت تشوفوا اللبس ديالها راه ما يمكنش البنات، وقسما بالله اللي انا اللي مراتو الى لبسي محترم على لبسها، وراه لبسها كارثه كارثه عظمى. ما نكذبش عليكم البنات، انا وليت كنقلب ليه التليفون ديالو لان صافي ومرضت في عقلي، ووليت كنرد ليهم البال بزاف. تخيلوا يا البنات كنلقاه كيهضر معاها بالسوايع، والكارثه والمصيبه انني فاش كندخل المحادثات بيناتهم كنلقاه كيعاود ليها عليا على التفاصيل الممله. تخيلوا يا البنات كيعاود لي على اي حاجه كتوقع بيني وبينه. تخيلوا انا ضعيفه كيقول لها هكا، كاتب لها كيقول لها قهروني العظومه ديالها، كيضروني في لحمي، في حال هكا يا البنات. شوفوا فين وصلت بي الحقاره. انا تجمدت بلاصتي ما نكذبش عليكم، ما جاتني لا بكيه لا حتى شي حاجه، بقوه الصدمه بقيت كنقرا في الميساج وكنعاود. مؤخرا تاني كنا جالسين مجموعين، ايوا نتنصر بالطاوله كالعاده، رجعت لقيتها ناس لي فوق رجليه، وواحد اللبس يا البنات ما نقول لكمش كيفاش داير، وكيهضروا بشويه شافني وهي تنوض. المهم البنات هاد الشيء غير شويه من بزاف، راني عايشه في الجحيم وخلاص. انا دخت وما بقيتش عارفه كيفاش نتصرف ولا شنو ندير، وما بقيتش فاهمه شنو كيوقع في نفس الوقت. ما باغاش نتسرع ونفرتك هاد العش، ما عرفتش شنو غندير. كنهضر معاه كيقول لي انت مريضه وفيك الوسواس والغيره الزايده، ما عرفتش شنو غندير، ما عرفتش. ما العار البنات الا ما فيدوني، راه ضاقت بيا فعلا ضاقت بيا. قولوا لي واش انا اللي فيا الغلط ولا هاد الشيء عادي؟ قولوا لي كيفاش نتصرف معاه، راه غادي تطرطق ليا شي عرق في راسي ما نكذبش عليكم. ما تبخلوش عليا بالنصائح ديالكم في التعاليق. الله يجازيكم بالخير وفي امان الله.